السلام عليكم العائله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. اجي يا لاله، جبت لك واحد الكلاص اللي خطير سهل واقتصادي دغيا كيوجد وبمكونات اللي هما بساط، كيجي رائع في الشكل ديالو وفي المذاق اروع. اكيد لا جربتيه ما عمرك ما غتستغناي عليه. من اليوم ما غيشدكش العجز على الكلاص. نوضي يا اختي برعي وليداتك وبرعي راسك في هاد الصهودات. المهم راه ما فيه لا كراميل ولا صوص كراميل. غتقولي لي يا اختي باش زينتيه؟ غنقول لك زينتو بواحد المكون اللي هو متواجد ورخيص غير بجوج دريال. هي لاله مكون داير جوج دريال هو اللي غنديروه في الكلاص وغنزينو به الكلاص. تبعي معايا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنوجدو هو الصوص ديال الكراميل غير بفاني ديال جوج دريال. هي اختي فاني ديال جوج دريال غنوجدو به الصوص ديال الكراميل. كما كتشوفوا انا استعملت هاد الماركه، نتوما استعملوا اي ماركه بغيتو غير يكون ديال الكراميل. غيتقام علينا اقتصادي، ماشي بحال شريتي نيسلي كراميل غيتقام عليك غالي شويه. المهم هو راه كيجي زوين البنات، غير جربوه. انا درتو هنايا على نار اللي هي مهيله حتى يذوب ليا مزيان. كما شفتوا راه داب ليا مزيان، ما بقات ليا حتى حبه. وزدت عليه 8 المعالق ديال الحليب وغنبقى نحرك. ضروري نبقاو نحركو. استعملوا البنات معلقه ديال العود حيت هي ما غتعذبكمش. انا في الاول استعملت سباتيل عذبتني شويه. صافي غنبقى نحرك على نار اللي هي مهيله. ضروري تنقصوا البوطه وتبقاو حداه وانتم كتحركوا حتى كيذوب ليا تماما. غيذوب ليا وغتشوفوا الشكل ديالو. ها نتوما البنات كما كتشوفوا معايا الصوص ديالي راه واجده. غنحيدهم فوق البوطه. هذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما داب ليا داك الفاني وانسجم ليا مع الحليب. كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو ومازال غادي يبرد. كما شفتوا معايا هنا راه مازال سخون. غنخليوها البنات حتى يبرد. ضروري نخليوه حتى يبرد لينا مزيان وغندوزو باش نوجدو الكلاص. بالنسبه للمكونات ديال الكلاص غنحتاجو نصف لتر ديال الحليب وعندي ساشي ديال بودره الكلاص. ممكن تعوضوها بالساشي ديال بودره الشونتيي ولا بالساشي ديال بودره لاموس. مهم نتوما غتستعملوا اللي متواجد عندكم واللي لقيتوه قريب ليكم. هنايا كما كتشوفوا الصوص ديالي من بعد ما بردات كتجي على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا راه كتجي بحال نيسلي كراميل. كيجي غزال البنات وكيتقام عليكم اقتصادي. دابا غندوز باش نوجد الكلاص. غنحتاجو الاناء اللي غنطربوا فيه الكلاص. انا غنستعمل العجانه، ممكن تستعملوا الطراب الكهربائي على حسب اللي متواجد عندكم. خديت المول ديالي ودرت فيه نصف لتر ديال الحليب وغندير فيه ساشي ديال بودره الكلاص اللي ممكن تعوضوها بساشي ديال بودره الشونتيي. وغنزيد عليهم الصوص اللي وجدت ديال الفاني ديال الكراميل. ممكن الا كان عندكم نيسلي كراميل متواجد في الدار استعملوه. صافي كما كتشوفوا انا هنايا غنستعمل 2 معالق. شوفوا البنات القوام ديالو هانتوما كما كتشوفوا استعملت 2 معالق. صافي وغنطرب كل شيء. غنخلي كل شيء يطرب ليا. المهم البنات ما تطربوش الكلاص ديالكم بزاف باش ما يجيكمش محجر، باش يجيكم كريمي. غتخليو الكلاص ضروري يبقى يتحرك، ما يكونش شاد في راسو بزاف باش الكلاص ديالنا كيجينا كريمي. هانتوما البنات كما كتشوفوا معايا هذا هو القوام ديالو. كيبقى خفيف شويه باش كيجينا الكلاص ديالنا كريمي. صافي دابا غنزيد الاضافات اللي بغيت. نتوما غتزيدوا اي اضافه بغيتو، غتزيدوا اللوز، غتزيدوا اللي بغيتو. انا هنايا غندير هاد البسكويت ديال الكراميل وغندير اللوز كونكاسي. انا استعملت داكشي اللي متواجد عندي، اللوز كونكاسي والبسكوي ديال الكراميل اللي قطعته لقطع صغيره. كما كتشوفوا معايا قطعته على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم نتوما غتستعملوا اي حاجه بغيتو، اي حاجه بغيتو. ممكن تستعملوا بسكوي، اي بسكوي يكون اي نوع بغيتو. ممكن تستعملوا اللوز، ممكن تستعملوا النوغا، تستعملوا اي حاجه قلت لكم بغيتو. صافي انا دابا غنزيد هاد الاضافات غنزيدهم على الكلاص وغنخلط الكلاص ديالي.
هنا البنات غندير الكلاص ديالي في المول. بالنسبه للمول ديروا اي مول بغيتو، مول دائري ولا طويل ولا اللي بغيتو على حسب اللي متواجد عندكم. انا خديت هذا المول بشكل طولي ودرت ليه السلوفان كما كتشوفوا معايا صافي. وغنخوي الكلاص في المول. هنا البنات قاديت الكلاص ديالي في المول كما شفتوا معايا، وضروري نخبطوه واحد شويه باش ما يجيوناش هذوك الفراغات يجيو باينين في الكلاص. صافي غنغطيه بالسلوفان كما كتشوفوا معايا وغنخليه يبات ليله كامله. ضروري نخليوه يبات ليله كامله ومن بعد عاد نرجع معكم باش نزينوه ونشوفوا الشكل النهائي. من بعد ما بات ليا الكلاص ليله كامله في المجمد، هنا خرجته كما كتشوفوا معايا وغنزينو. بالنسبه لي انا شاط لي شويه الكلاص ودرتو في هاد ليمول كما كتشوفوا، وغنديرهم فوق من الكلاص من الوسط على هاد الشكل. بالنسبه للتزيين راه كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب اللي متواجد عندكم. زينوا الكلاص ديالكم باش ما بغيتو. انا غنزين بهادو كما كتشوفوا درتهم من الوسط صافي. انا هنايا غنزين بالصوص كما كتشوفوا. ممكن تستعملوا صوص كراميل الا متواجد عندكم، ما متواجدش عندكم غتخليو شويه من داك الصوص اللي وجدتو درتوه في الكلاص غتخليو منه. الا ما شاطش ليكم غتاخدوا 10 الحبات ديال الفانيت ديال الكراميل وغتزيدوا عليه 2 معالق ديال الحليب صافي. غديروا بنفس الطريقه، غتوجدوه بنفس الطريقه اللي وجدت معكم وغتزينوا به الكلاص ديالكم. بالنسبه للزين راه كيبقى على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب المتواجد عندكم. صافي انا هنايا غندير اللوز ايفيلي من الفوق كما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديالو البنات، كيجي رائع لا في المنظر ولا في المذاق. ما تشبعوش منه اكيد لا جربتوه غينال الاعجاب ديالكم. غنقطع لكم الطريف باش تشوفوه من الداخل كيفاش كيجي. هانتوما البنات كما كتشوفوا هنا قطعت لكم طريف كيجي غزال البنات، لا في الشكل ولا في المذاق. راه في المذاق راه كيجي خطير. نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم فضلا وليس امرا. واللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه باش يوصلكم الجديد. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده.